وبعد كده جالي عم صدق وقلت له ايه؟ قال لي يخلف عليك صاحب الخلف، وانا كده اعمل لك تسريح وتروح تستلم الجثه بتاعتك من مستشفى المنيا. جريمة قتل حصلت لشاب عنده 20 سنة. الشاب ده كان لسه متجوز وعنده بنت عندها 40 يوم. لقوا جثته موجودة في أحد الأراضي الزراعية في مركز بني مزار في محافظة المنيا. أحمد كان شغال على توك توك من وهو عنده 12 سنة. كان كل يوم يخرج الساعة 2 الظهر ويرجع الساعة 12 بالليل. انا متعوده اللي هو اما يطلع 12 الدور يجي 12 بالليل. بيجي 12 بالليل. في يوم من الأيام، يوم الثلاث اللي فات ده على طول، طلع الساعة 2 زي ما هو متعود كل يوم. فطر وشرب الشاي ونزل. جت الساعة 12 بالليل، عدت واحدة، عدت اتنين، مراته قلقت عليه. اتصلت بيه لقت تليفونه مقفول. نزلت لحماها تحت وقالت له يابا أحمد لسه ما جاش. قعد يتصل بيه، كل ما يتصل يديله تليفونه مغلق. قاعد على كده من الساعة 2 لحد الساعة 4 الفجر. طبعا أبوه قلق عليه جدا. خرج يدور عليه في الشارع وراح سأل صحابه، قالوا له احنا ما شفناهوش من العشاء. وراح يسأل كل معارفه، محدش عارف عنه حاجة. طبعا القلق مسكه وفضل على كده لحد الساعة 7 الصبح. ولما فقد الأمل راح عمل بلاغ في مركز صملوط عن اختفائه. تاني يوم الساعة 4 العصر رئيس المباحث راح عندهم البيت وسأل واحد واحد من أهله ومشي. وبعد كده اتصل بوالده وقال له تروح الفجر تستلم أحمد من مركز بني مزار، من غير ما يقول له أي حاجة خالص. الأب جه في دماغه إن ابنه محبوس وهيروح يخرجه، وما جاش في دماغه خالص أي حاجة تانية. أهله كلهم راحوا معاه، وهم في الطريق واحد من المركز اتصل بالأب وقال له لما تيجي تطلع على فوق على طول عند رئيس المباحث وما تكلمش حد. ولما وصل عند رئيس المباحث قعد يتكلم معاه شوية عن أحمد، عن طبيعة شغله، عن حياته، وما قالوش حاجة تاني. قال له بس انت هتروح المحكمة في بني مزار وهتستلم أحمد من هناك. بعد ما وصلوا للمحكمة وكيل النيابة دخل الأب وقعد يسأله شوية أسئلة برضو عن أحمد وهل ليه أعداء ولا لأ. الأب بيقول قعدت مع وكيل النيابة من الساعة 11 الصبح لحد الساعة 5 المغرب. وبعد كده قال له استأذنك تستناني بره، ودخل والدته وقعد برضو يتكلم معاها شوية. وبعد كده دخل الأب وقال له يا عم سعداوي ربنا يخلف عليك في أحمد، هتروح تستلم جثته من مستشفى المنيا. قال لي يخلف عليك صاحب الخلف، وانا كده اعمل لك تسريح وتروح تستلم الجثه بتاعتك من مستشفى المنيا. راحوا طبعا أهله كلهم على المنيا، ودخل والده المشرحة وشاف ابنه. الاختلاط طعنه هنا كده وطعنه في الجنب الشمال تحت ريشه قلبه، والتانيه قبلها برضه تحت ريشه اليمين. خدوا الجثة وراحوا يدفنوها، وهما بيدفنوها حد من الشرطة اتصل بالأب وقالوا له احنا لقينا الجاني والتوك توك بتاع أحمد. طيب هي الجريمة حصلت ازاي؟ الجناه وقفوا أحمد في التوك توك بتاعه في صملوط وقالوا له تعالى ودينا مشوار زي أي حد. خدوه، الكاميرا اللي مصوراهم خدوه وراحوا حاولوا ان هما يسرقوا منه التوك توك. بس طبعا احمد قاعد يقاوم معاهم وهما معرفوش ياخدوه غير لما ضربوه بالسكينة 3 ضربات ورموه في حتة كده في ارض زراعية. الفلاحين لما جم تاني يوم لقوا الجثة دي بلغوا عنها على طول، والجاني اعترف بالجريمة وهو شاب عنده 26 سنة متجوز وعنده ولد وبنت. وهو كان بتاع مخدرات، كان عايز يسرق التوك توك ده عشان يجيب له زفت من اللي بيشربه. والده بيطالب بالقصاص العاجل، عايز يرتاح. حاشين نفسنا غصب حاشين نفسنا غصب، والله العظيم حاشين نفسنا غصب. لازم يعني القانون يجيب لنا، القانون يجيب لنا فورا على طول. مراته بتقول انا ملحقتش افرح بيه، متجوزه بقالها سنه وبنته عندها 40 يوم ملحقش يشوفها، ولما اتولدت كان طاير بيها طير. زي ما حرموني من بنتكم وما شالهاش ولا انا فرحت بيه، انا ما كملتش معاه سنه. والده مرضاش ياخد العزا في ابنه غير لما حقه يرجع. ده واحد خارج الصبح يشوف اكل عيشه مات بسبب ان هو بيدافع عن ماله، فان شاء الله نحسبه من الشهداء. ربنا يرحمه ويصبر اهله كلهم، وان شاء الله الاعدام في اقرب وقت.